البداية كانت من العراق، ثم الطريق إلى سوريا، ثم البحث الآن عن مصر. رسالة قوية جدا وخطيرة جدا من الفنان أحمد مكي، بيقول فيها كلام في غاية الخطورة. تعالوا بينا نسمع ماذا يقول هذا الفنان الكبير والفنان المحترم صاحب الرسالة الكبيرة. لكن قبل ما أخلي بينك وبين الفنان أحمد مكي، أتمنى اللي بيشوفني لأول مرة أشرف باشتراكك في القناة ولايك وشير للفيديو. كمان لا ننسى أن نزين التعليقات بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو لإخواننا في سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي أرض العزة وفي كل مكان، إن ربنا سبحانه وتعالى يعجل بفرجه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني فاصل قصير جدا ونلتقي، ورسالة خطيرة جدا من الفنان أحمد مكي. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة، وعادي الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما اتمسكش انه إرهاب. قال إن قوتنا، معنى الكلام يعني إن قوتنا الرئيسية ليست في سلاحنا النووي، ولكن هي في قدرتنا على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب، ويخشوا على الباقي بعد كده: العراق، سوريا، ومصر. وأغلب المخطط حصل بالفعل. ولما حصل في العراق نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحال بالظبط، يعني مبهر بصراحة. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن غير قليلين؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عبقري. الغثاء هو كل ما هو ملوش وزن وبيطفو فوق السيل، الفقاقيع اللي بتفرقع الزبد. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ما يجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، استحالة. لأن الإيمان اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيبقى حابب ويتمنى إنه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله. أنا بس عايز أقول نقطة قبل ما أكمل في الحتة دي، لأن أنا عارف السوشيال ميديا أغلبها في الزمن ده بتعمل إيه دلوقتي؟ تاخد أي حتة تقصقصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي. أنا أحب أوضح بس كلمة: أنا لا بدعي أبدا إني رجل دين، ولا بدعي إني مثالي بالمرة. بالعكس، أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير. إنسان بأخطئ وبأصيب وبأخطئ وبستغفر، وأكيد لي أخطاء في حياتي ندمان عليها، وبدعي ربنا يغفر لي، وربنا يهديني ويهديكم جميعا ويهدي الناس كلها. نرجع لموضوعنا. لما قعدت أبص وأقرأ شوية في الموضوع، اكتشفت إن في آيات واضحة وصريحة قايلة الخلاصة، قايلة إن النصر ليه شروط. خلوني أقرأ عليكم كم آية. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. دي آية. 2: إن تنصروا الله ينصركم. 3: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غير ده كله، النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن. دي حاجة أنا أول مرة كنت أكتشفها. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 2: إذا جاء نصر الله والفتح. 3: والله يؤيد بنصره من يشاء. صدق الله العظيم. هي واضحة كده، ما فيهاش كلام. وربنا كمان من رحمته، وأنا ملاحظ من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرا، في نذر ربنا نزلها كتير. الأعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، أوبئة. احنا عايشين في وقت نذر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر
قبل الأحداث العظام، وإحنا داخلين على حاجات عظيمة واضحة جدا. والكلام ده مش كلامي أنا بفتي، الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه كأنها فرصة لأن الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم أقصد بيه طريق الله من غير أي أجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع، مش هيبقى فيه أحزاب أبدا، استحالة. بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. مفيش وضوح أكتر من كده، كلام واضح وصريح. لو أنت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيلة، وعندك شقة في بيت العيلة دي، ودخل عليك مجموعة بلطجية، ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شوية من عيالك، خدوا شوية من فلوس، عملوا كل استباحوا البيت، هل هنا هتقف تتكلم وتشجب وتندد؟ قال ده وقت كلام زي ده؟ لما يجتمع العيلة اللي في بيت العيلة دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، قال ده كافي؟ هم بيبلطجوا، البلطجي معروف لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، أنا رفيق لولح. اللي بيشوفني لأول مرة أشرف باشتراكك في القناة ولايك وشير للفيديو. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. رسالة قوية جدا جدا من فنان عظيم، الفنان العظيم أحمد مكي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، لأنه بيقول لنا رسالة خطيرة جدا. هي إيه؟ إنه نحن الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا قصعة مستباحة لكل أعدائنا في كل مكان. بيعتبرون أن احنا كلأ مستباح يأكلوا فيه، أو تقسم، أو غنيمة مستباحة تقسم بين الأعداء. ليه؟ لأن احنا مش قليلين، لكن لأن احنا متفرقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، إن احنا نكون يد واحدة وأن نكون صفا واحدا. حين تتجمع الأمة على هذا المنهج وعلى هذا الأساس سيكون لها شأن كبير جدا جدا جدا. وهذا هو ما يعني وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما علمنا إياه ربنا في القرآن الكريم. كمان بيلفت الأنظار إلى قضية مهمة جدا جدا، وهي إن النصر بضاعة حصرية من عند الله تبارك وتعالى. يعني إيه؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا أمة كتب لها النصر. ده مش من عندياتنا ولا من بنات أفكارنا ولا لأي شيء، غير أن الله تبارك وتعالى تعهد بالنصر لهذه الأمة. لكن حين تقوم الأمة بالواجبات الموكولة إليها اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، عشان كده احنا دايما بنتكلم في إنه الأمة لابد أن تقوم بواجبها، كل واحد منا يقوم بالواجب اللي عليه. لما هنقوم كل واحد منا بالواجب اللي عليه سيكتب لنا النصر الذي هو مكتوب أصلا. لكن هي مسألة إن الأمة تحقق الشروط. حين نحقق شروط النصر سيتحقق لنا النصر. فأمة النبي أمة منصورة ولا بد. لكن حين تقوم الأمة بواجبها وما فرضه الله تبارك وتعالى عليها من شروط، من أخذ بالأسباب وإعداد للقوة، ويعني كل منا يقوم بدوره، كل منا يقوم بما هو واجب عليه. لكن إن كل واحد فينا لا يهتم بشؤون المسلمين في أي مكان، وكل واحد مشغول بنفسه، هذه هي القاعدة الأساسية التي استطاع من خلالها الأعداء أن يسيطروا على الأمة، وهي قاعدة فرق تسد. فرق تسد. كل ما استطاعوا أن يفرقوا، يعني الأمة كانت عبارة عن خلافة كبيرة جدا ويحكمها رجل واحد، كان بيبقى هو خليفة المسلمين في كل مكان. النهاردة تقسمت الدولة إلى دويلات، يعني الأمة أصبحت دول، وبعد كده الدولة الواحدة إلى دويلات. مسألة يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض، كما ذكر الفنان في كلامه الجميل وفي الرسالة بتاعته. أتمنى أن احنا نكون على وعي ودراية بهذه المعاني الكبيرة التي ذكرنا بها الفنان الكبير أحمد مكي. وفي النهاية هي دي كل الحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.